حلقتنا النهارده مختلفة شوية. النهارده بنستضيف ظاهرة مصرية أصبحت زي ما بيقولوا في طريقها للانتشار. معنا النهارده تاني رجل خارق مصري، الرجل الشرطي. بنرحب بيك في البرنامج وأهلا بيك. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين كلهم. بداية احنا عايزين نعرف يعني ندخل جوه الرجل الشرطي ونشوف الطفولة كانت ايه، وهل الطيران ده طلع فجأة ولا من زمان؟ لا فاهم، هو تقدر تقول ان هو هوايه وعندي من وانا صغير جدا. كنت فاكر والدتي الله يرحمها كانت زي اي ام مصريه بتحشكني. وانا بالمناسبه كنت طفل شقي جدا، يعني حضرتك ما يجركش دلوقتي انا كنت مشكله يعني وانا صغير. كانت بتهشكني وكانت بتطلعني بره الشباك وتهشكني من الشباك. فبالصدفه مره وقعت فعلا من البلكونه وكنا في الرابع وانا بقع جات لي حاجه كده، قلت طب ما ترفرف. فعلا ابتديت ارفرف وطرت فعلا. بنفس البدلة؟ لا حضرتك انا كنت بلبس المدرسه. فابتديت بقى الموضوع يبقى على كده واحده في المنطقه كده، يعني اجيب لوالدتي حاجه من السوبر ماركت او اجيب لها الخضار او اودي اخواتي المدرسه وكده لغايه ما بقيت زي ما حضرتك شايف كده. جميل. احنا نعرف ان الراجل العنابي هو المنافس الوحيد ليه، يعني هل المنافسه دي بتخليك تركز في شغلك؟ والله بص حضرتك، انا ستايلي عموما انا ما بحبش اتكلم على حد من الزملاء، بس ما دام جبنا سيره العنابي فانا احب اقول ان العنابي حد مركز في شغله وطموح جدا، حد حابب شغله قوي وبيدي لشغله قوي. بس هو اتجه للقطاع الخاص، انا اتجهت للقطاع العام، ويعني اصريت ان انا موهبتي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اداها لي دي اوجهها للقطاع العام وافيد بيها البلد. بس ده ما يمنعش طبعا ان وجود الرجل العنابي في مصر بيخليني فعلا مركز في شغلي اكتر طبعا. احنا متعودين في البرنامج ان احنا بنسال ضيوفنا اسئله سريعه والاجابه تكون سريعه. يعني الرجل الشرطي برجه ايه؟ انا عذراء. طيب اللون المفضل لرجل الشرطه؟ البيبي بلاك، اللي هو الاسود الفاتح قوي. بيبي بلاك. طيب رجل الشرطي في كلمه واحده؟ حد صادق. لا كلمه واحده. حد صادق. حد صادق بحيث انها تبقى كلمه واحده. طيب لما يكون في استضافتنا مطرب يسمعنا جزء من أغنية آخر أغنياته، لما يكون في استضافتنا شاعر بيسمعنا جزء من قصايده، إنما النهاردة أنا معايا رجل خارق، يعني هيقدم لنا إيه؟ ممكن تقوم تطير حتة كده في الاستوديو؟ حضرتك الحقيقة فاجئتني، أنا مش محضر حاجة الحقيقة، معلش. مش مشكلة أطير أي حاجة يعني. لا حضرتك أنا عندي برد وحتى صوتي باين جدا. بوعد حضرتك وبوعد الساده المشاهدين المره الجايه ان شاء الله هنطير وهنتشقلب وهنعمل كل حاجه ان شاء الله في البرنامج. عموما براحتك. ان شاء الله. شكرا ليك. اعزائي المشاهدين، في نهايه اللقاء بنشكر الرجل الشرطي وفاصل ونعود. نهار اسود ومنيل. صباح العسل يا ست الحسن. ايه يا بيرا اللي انت مهببه في نفسك ده؟ على السكه وعلى الدغري غيرت الستايل بتاعي. ايه اللي جرالك؟ ما انت كنت كويس. الحمد لله، ربنا تاب عليا وبقيت اعرف انطق السين. نعم؟ امال انت كنت بتنطقها ايه؟ كنت بنطقها سين. امال هي كانت ايه؟ هي سين. يا سلام يا اخويا، بصراحه كده ومن الاخر في ايه يا بيرا؟ مالك عايز ايه؟ لا مؤاخذه، يعني مش حاطط ايدي على البال، الدماغ مش واصله. ما تتكلم زي ما كنت بتتكلم يا بيرا، ايه اللي جرالك؟ اتكلم زي ما كنت بتكلم ليه؟ مش هي دي الطريقه اللي عاجباكي وهو ده ستايل اللبس اللي عاجبك؟ لا مش هو ده اللي عاجبني، وده كل ده ما يعجبش حد من اصله. اما العصفور عاجبك ليه؟ نتاشا. الو. ايوه انكل صريح. ماله لساني؟ ماله؟ لا مؤاخذه يا عم صريح، معلش. ماشي، حصلني انت على هناك وانا هكلم الزفت واجي لك على هناك. مش متعصب ولا حاجه، خلاص بقى، يلا مع السلامه. الرجل الشرطي. الرجل الشرطي. تقدر تقول لي ايه الهبل اللي انت كنت بتعمله مع النظام ده؟ هبل؟
بتسمي الارتباط الشديد اللي بيني وبين ابني هبل؟ الولد لازم يلبس زي المدرسة زيه زي أصحابه. يا دينا الكلام ده لما يبقى باباه راجل عادي، لكن لما يبقى باباه راجل خارق وليه لبس معين عادي نروح باللبس ده المدرسة. ده على أساس إن باباه خارق، مش كذاب ومش نصاب. دينا لو سمحتي تحترمي نجاحي، ويا ريت تبقي فخورة بيا زي ما مصر كلها دلوقتي فخورة بيا. مصر كلها مخدوعة فيك. تيسير بجد أنا تعبت. أنت ظابط فاشل وأب فاشل وزوج فاشل. أنا مش عارفة هعمل إيه لما يكتشفوا النصب اللي أنت بتعمله ده. والله نظام هيحصل له إيه؟ هيحصل له ايه يعني يا دينا؟ هيكون كبر وفهم ان احنا بنعمل كده عشان نقبض على الرجل العنابي، يعني بنعمل حاجة في مصلحة البلد، يعني انا قدامه برضه هفضل بطل. بذمتك مش مكسوف من اللي أنت بتقوله؟ جرى ايه يا دينا؟ انت مفيش اي حاجة من اللي بعملها بقيت بتعجبك، انت بقيتي تشلي. تيسير نزلني هنا. ايه يا دينا خلاص اسف. بقول لك نزلني يا تيسير. اسف يا دينا خلاص بقى. نزلني لا إما هنزل من العربية دلوقتي. مش هتقرف. فين العناب يا بيرم؟ متأخر ليه؟ زمانه على وصول. انا هحسب له النهارده نص يوم عشان يتعلم يحترم مواعيد الشغل بعد كده. الو المايك جاهز يا باشا. الو 1 2 3 1 2 3 جبتوا شحاته. مش حاجة؟ تمام. حلو المايك كده يا باشا ولا تحب اعمل لك صدى صوت؟ لا صوت الصوت ايه؟ خليه عادي عشان الناس تسمعني كويس. لا خليه صدى صوت ليه؟ عشان الكلام يتعاد اكتر من مره، بحيث اللي ما يسمعكش اول مره يسمعك تاني مره في الصدى. لا بقول لك إيه، انت هتشتغلني يا بيرم ولا ايه؟ خليه عادي، انا عايز الناس تسمعني. يا انكل ما انت من مصلحتك ان الناس ما تسمعكش كويس عشان انت بتعوق كتير في وسط الكلام. الله وبتقولها في المايك كمان، انا بعك كتير في وسط الكلام.